النهاردة هنعمل مع بعض سينابون كوكيز رول، حرفيا ألذ ميكس هتجربوه. السينابون بتاعنا النهاردة مختلف عشان جواه عجينة الكوكيز، حاجة كده في منتهى اللذاذة بجد، طبعا مع اختلاف الأذواق عشان محدش يزعل مني. سينابون كوكيز رول يعني احنا جمعنا بين أقوى حاجتين على الكوكب، الكوكيز والسينابون يا جماعة. وكالعادة بصوا الجمال، قبل ما نبدأ ما يعرفنيش أو لسه بيتابعني جديد، أنا ريهام. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، وغرقان كمان في صوص السينابون. وعلى ضمانتي لما هتجربوا عجينة السينابون، لما تجربوا طريقة السينابون دي أنا متأكدة هتستغنوا عن اللي بتشتروها من بره في سينابون أو في أي مكان تاني، ومش غرور، ده بجد على ضمانتي. ويلا بينا نقول المقادير، وما تنسوش اللايك والشير كتير. معايا 180 جرام من اللبن، حطيت عليهم 150 جرام 50 جرام، أنا آسفة، 180 جرام من اللبن بدرجة حرارة الغرفة، 50 جرام سكر، معلقة كبيرة من الخميرة، بيضة بدرجة حرارة الغرفة، و50 جرام من الزبدة. هنقلبهم كويس مع بعض كده، هنضربهم كويس مع بعض بالمضرب، وبعدين هننزل عليه بيهم على 360 جرام من الدقيق، والدقيق عليه رشة ملح متقلبة فيه كويس، وهناخدهم على العجان. ان شاء الله هكتب لكم في الصندوق الوصف المقادير بالكوباية وبالجرام. هنبتدي نعجنهم كويس لمدة 5 دقايق. مفيش عجان، هتعجني على ايدك عادي جدا خالص لمدة 10 دقايق. وصدقوني الوصفة بتاعت السينابون دي من انجح واطرى المعجنات بتاعت السينابون، عجينة السينابون بجد. هتاخدوا حتة سينابون في منتهى الجمال والحلاوة. بصوا العجينة ناعمة وسلسة مفيهاش اي مشكلة. هنا هندهنها بالزيت وهنغطيها ونسيبها تخمر. تمام، نركز مع بعض كده عشان ما نتوهش من بعض. دلوقتي هنحضر عجينة الكوكيز. معانا هنا 100 جرام، نص كوباية من السكر البني، انا اللي فصلته اهو، عليها 100 جرام من الزبدة. تمام، نص كوباية من السكر البني عليها 100 جرام من الزبدة، وقلنا عادي جدا نقدر نعمل السكر البني في البيت. وهنقلبهم كويس مع بعض. مفروض اصلا الزبدة تبقى طرية مش سايحة، بس الجو كان حر جدا. دلوقتي هننزل بالبيضة والفانيليا، وهنقلب برضو، مش هنستخدم المضرب، هنستخدم الاسباتولا العادي. تمام، لحد ما تختفي خالص البيضة مع الزبدة والسكر. وبعدين هنبدأ ننزل عليها بالدقيق. معانا كوباية ونص من الدقيق بالأكواب المعيارية اللي اتكلمنا عنها قبل كده، انها ضروري ان هي تكون موجودة في كل بيت، وسعرها مش غالي. هنحط عليها ربع معلقة من البيكنج صودا، ونقلب بقى الخليط بتاعنا ده كده لحد ما تتكون معانا عجينة الكوكيز. وطبعا عارفين ان الكوكيز احنا مش بنعجن، تمام، احنا بنلم العجينة بس. هنحط عليها نص كوباية من الشوكليت شيبس، او ممكن اقل من كده، لان احنا هنحطها في عجينة السينابون، فاهميني؟ يعني مش لازم نتقيد بنص كوباية من الشوكليت شيبس. العجينة بتاعتنا جاهزة، انا فردتها على مفرش السيليكون وهدخلها التلاجة عشان الجو كان حر جدا. هنحضر دلوقتي الحشوة بتاعة عجينة السينابون. معانا 100 جرام من السكر البني، هنحط عليها معلقة كبيرة من القرفة، و60 جرام من الزبدة، وهنقلبها كويس مع بعض لحد ما يبقى كريمي كده. وقلنا السكر البني نقدر نعمله بالعسل الأسود، معلقة عسل أسود على كوباية السكر، أو دبس تمر، الناس اللي ما عندهاش العسل الأسود. تمام كده هي بقت كريمي. هنركنها بقى على جنب، وهنشوف العجينة بتاعة السينابون بتاعتنا. يعني بجد ما خدتش بالظبط تلت ساعة بسبب الجو طبعا. تمام، العجينة بالظبط يعني حرفيا عاملة زي الملبن. هناخدها بقى ننزلها على المفرش بتاعنا سيليكون، رشين عليه رشة دقيق، او ممكن تستخدمي يعني تفرديها عادي على على الرخامة بتاعتك او الكاونتر، وبرضو ترشي رشة دقيق. تمام، هنفردها على شكل مستطيل،
تمام. وبعدين أنا لفيت هنا المفرش عشان تشوفوا كويس المستطيل بتاعنا، بس برضه ما جاش في الكاميرا كله كامل. هنوزع عليها الخليط بتاع الحشو بتاعنا كده، وبسباتولا زي دي أو بضهر معلقة هتفردي الحشوة بتاعتك على العجينة. عجينة ناعمة وطرية، يعني بجد بجد هتلاقوها ألذ سينابون هتجربوه. يعني دي لوحدها عجينة سينابون لوحدها خرافة يا جماعة. يعني الناس اللي هي بتشتغل من البيت تقدر تعتمدها عادي جدا في شغلها. يعني ده لو قعد أصلا لتاني يوم، بس أنا يعني زي ما بقولك كده هتلاقيه كأنه لسه معمول دلوقتي حالا. هنفردها بقى كده كويس، وهنسيب طبعا الطرف اللي هنلف بيه، وجبنا عجينة الكوكيز من التلاجة وهنحطها على عجينة السينابون بتاعتنا. وبقى كده عندنا سينابون كوكيز رول في منتهى اللذاذة بجد. أنا جبت بقى الفكرة الجميلة دي منين؟ بجد يعني اختراع خطير. لا تقولولي بقى اسمه كرواسو بالكوكيز ولا أي حاجة. السينابون كوكيز رول أحلى ميكس وألذ ميكس هتجربوه بجد بجد على ضمانتي، مع اختلاف الأذواق زي ما قلنا. أنا شفت ريلز على الانستا لصفحة أجنبية بيعملوا السينابون كوكيز رول ده. هما محل، أنا فكرتها صفحة وقلت بقى أجيب منها الوصفة وكده ونجربها مع بعض، بس هو طلع محل. وأنا كده ولا كده عندي الوصفة بتاعة السينابون بتاعتي ناجحة، وعملتها معاكم هنا في القناة قبل كده. والكوكيز برضو عملته معاكم في القناة، شوفوه. عاملة كوكيز ب4 أطعمة جداد جدا ولذيذ قوي. الناس واقفة توابير حرفيا عشان تاخد الكوكيز سينابون رول ده. بيقطعوه بقى زي ما هتشوفوا دلوقتي، وبيغرقوه بالصوص بتاع السينابون، وبيحطوا عليه كوكيزاية حلوة صغننة كده، وفي قلب العلبة بقى ويبيعوه للناس. بصوا الجمال، هو أساسا كده منتهى اللذاذة قبل ما يدخل الفرن. بس بعد ما هنقطعها كده هنرصها في الصاجات بتاعتنا، والفرن بتاعنا شغال بقى في الوقت ده على درجة حرارة 180. مش هياخد معانا بالظبط أكتر من تلت ساعة. تمام. وهنريحه بس عبال ما الفرن يسخن 10 دقايق، مش هيحتاج أكتر من كده، يعني مش هنخمره تاني. تمام. هيطلع معاكم بجد في منتهى اللذاذة والجمال. هتاخدوا أحلى سينابون كوكيز رول، طري وناعم ومش قادرة أقول لكم بقى. وعجينة يعني الكوكيز مع السينابون والصوص بتاع السينابون، بجد الطعم خطير يا جماعة، خطير بجد بجد. يعني مش بقول كلام وخلاص، بجد جربوه على ضمانتي وهيعجبكم جدا جدا، وهيخليكم تستغنوا عن سينابون نفسه وأي مكان بتجيبوا منه سينابون أو كوكيز. اللي ما يعرفنيش أو لسه بيتابعني جديد، أنا ريهام ودي قناتي. هستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم واللايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. بصوا منتهى اللذاذة حرفيا، وخفيفة وطرية جدا، يعني مش قادرة أقول لكم. وبجد لما قعد لتاني يوم، طبعا هو عمل معايا كمية 20، يعني احنا 5 أفراد مش هنخلص أكيد 20 في يوم. لما قعد لتاني يوم والله يعني أنا مش عايزة أحلف، بس بجد من غير تسخين تحفة تحفة تحفة. يعني أنا طلعته من التلاجة بمنتهى الجمال وطري جدا. بس غرقوه بالصوص بقى زي ما بتحبوا، صوص السينابون تقيل خفيف يعني على السينابوهاية، واستمتعوا. يلا سلام.